كولر بقى مشجع للنادي الاهلي، مش مدير فني ولا كوتش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج على القهوه. اخوكم ميدو، بتمنى دعمكم لايك واشتراك وشير وفعل الجرس. نبدا حلقتنا بالصلاه على سيدنا النبي سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله. كولر بقى زيه زي الجمهور الاهلاوي، بقى مشجع اهلاوي مش كوتش. عارف ان جمهور النادي الاهلي دوري زي كاس زي افريقيا زي كاس عالم زي سوبر محلي زي سوبر افريقي عاوز كل البطولات. فكولر قرر يقدم كل البطولات ويعمل رقم قياسي للنادي الاهلي السنه دي، ويلعب حتى في الكاس بالقوه الضربه. كولر بعد ما فرم حرس الحدود 3-0 وتصدر بطولة الدوري مرة أخرى بعد غياب كبير، احترام وتقدير لفريق حرس الحدود، ممر شرفي ولا أروع، صورة مشرفة لبلدنا لمصر. كولر هيلاعب النهارده منتخب السويس في الكاس. قائمة المباراة: شناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، هاني، خالد عبد الفتاح، معلول، كريم الدبيس، مروان عطيه، حمدي فتحي، اليو ديانج، قفشه، قندوسي، محمد فخري، رأفت خليل، طاهر محمد طاهر، كهربا، ومحمد شريف. غيابات النادي الاهلي: تاو قرر كرة ان هو يريحه. حمزه علاء قرر برضه ان هو يريح ال- ال- برنس الدفاع، صاحب الهدف الذهبي في نهائي افريقيا، محمد عبد المنعم، قرر يريحه. متولي للاصابه، عمرو السوليه للاصابه، وسافيو طبعا، وشادي حسين، وايمن اشرف، وكوكا قرر يريحهم كلهم. كولر عرف ان جمهور النادي الاهلي عاوز كل البطولات، فقرر ان هو يجيب كل البطولات. كولر من شهر 9 تقريبا لغايه النهارده 4 بطولات، رابع العالم فيهم بطوله دوري الابطال اللي احنا خدناها من الوداد الشهير بساتا لانا. كولر هيلاعب منتخب السويس بالقوه الضاربه. كولر عايز يفرم الفرق كلها، ما عندوش يما ارحميني. عارف ان جمهور النادي الاهلي عاوز كل البطولات. كولر سأل مساعديه عن ارقام المديرين الفنيين اللي سبقوه قبل كده، وقرر يحطم الارقام كلها، مش عاوز يسيب بطوله. وقلنا قبل كده ان هو عاوز السنه دي السباعيه التاريخيه يجيبها للنادي الاهلي. فما عندوش يما ارحميني في كل البطولات، هيلعب الكاس بالقوه الضربه. حسين الشحات، قالوا وقلنا وحسين الشحات وماشي حسين الشحات، وانت ازاي جيت وضحيت بالملايين. حسين الشحات تم تجديد عقده 3 سنوات. حسين الشحات من اجل جمهور النادي الاهلي يستمر في تضحياته. حسين الشحات معروض عليه ملايين كتيره جدا في الخليج، سواء في السعوديه او في قطر او حتى في الامارات، بس هو قرر يراضي جمهور النادي الاهلي، وتم تجديد عقد حسين الشحات اليوم ل3 سنوات، ليصبح لاعبا رسميا في النادي الاهلي ل3 سنوات. اداره النادي الاهلي قررت بعد تجديد حسين الشحات ورفعه للفئه الاولى رفع عقد الحارس المخضرم محمد الشناوي ليصبح اكثر لاعب مصري في النادي الاهلي، وككابتن للنادي الاهلي يحصل على راتب سنوي. اداره الاهلي بتتحرك منها لنفسها، مش مستنيه لعيب يتقمص او اي حاجه. اداره النادي الاهلي تلقائيا هتعدل عقد كابتن الفريق محمد الشناوي. تم تجديد ايضا عقد رامي ربيعه وياسر ابراهيم. رامي ربيعه 2 سنين وياسر ابراهيم ل3 سنوات. النادي الاهلي بيحافظ على القوام الرئيسي للفريق قبل ما يفكر في صفقات او مهاجمين او جناح ايسر او باك شمال. بيفكر ان هو يحافظ على قوام الفريق الاساسي عشان اي صفقه تيجي تبقى تدعيم للفريق. فبنتمنى التوفيق النهارده للنادي الاهلي. سيف فاروق جعفر، قلنا الحلقه اللي فاتت سياده المستشار مرتضى منصور اعلن انه تم تجديد عقد سيف فاروق جعفر. طيب،
مصادر في نادي بيراميدز اكدت ان سيف فاروق جعفر ماضي في بيراميدز 4 سنوات، وحاليا اداره نادي الزمالك تحاول التفاهم مع اداره نادي بيراميدز لانهاء الموضوع وديا. سيف في مصادر داخل نادي بيراميدز قالت ان اللاعب ماضي على عقد لمده 4 سنوات. طبعا احنا عارفين ان سيف من حقه يمضي لاي فريق لان عقده هينتهي السنه دي، فمن يناير من حقه يمضي لاي فريق. فاكدت مصادر بنادي بيراميدز انه تم توقيع سيف فاروق جعفر على عقد لمده 4 سنوات. هنخش في حسبه بيرما تاني. نادي الزمالك عقد لاعب في ناديين مختلفين، هتخش في مشاكل، هتخش في قواضي، اللاعب هيتضر، اللاعب هيتوقف. فنادي الزمالك يحاول جاهدا التفاوض مع نادي بيراميدز لانهاء الموضوع وديا وارجاع العقد مره اخرى لسيف فاروق جعفر. بن شرقي بياخد في السنه في الامارات 2 مليون بوينت 2 من 10. هل نادي الزمالك يقدر يتحمل المبلغ ده؟ هل نادي الزمالك هيقدر يوفر لبن شرقي في السنه 2 مليون دولار؟ عمر السومه قلنا بياخد 3 مليون دولار في السنه، فدي كلها احنا قلنا صفقات سوشيال ميديا. هل سيتنازل بن شرقي عن ما ياخذه في الخليج من اجل عيون نادي الزمالك؟ ما هو كل لعيب النهارده بيقول لك انا اهلاوي، انا زملكاوي، انا اتحداوي. ده بيزنس ودي تجاره وده عصر الاحتراف. مفيش حاجه اسمها انا وانا وانا وانا، كل اللعيبه دلوقتي بتفكر في الماده. فهل بن شرقي سيتنازل عن جزء كبير من مستحقاته لدى الخليج من اجل نادي الزمالك؟ الله اعلم. عمر السومه قلنا ده كله فيك، مفاوضات في الاحلام، مفاوضات سوشيال ميديا فقط. عمر السومه لن ياتي الى مصر ولو حتى الى النادي الاهلي. عمر السومه بياخد 3 مليون دولار في السنه، مفيش نادي في مصر، ممكن بيراميدز، بس حتى بيراميدز مش محتاجه. محمود حماده يبدي رغبته باللعب للنادي الاهلي. محمود حماده لما عرف ان حمدي فتحي ماشي، بالمناسبه دي اخر مباراه النهارده لحمدي فتحي. حمدي فتحي اخر مباراه ليه النهارده، وهيروح يعمل الكشف الطبي في قطر بعد المباراه. محمود حماده بعد ما عرف ان حمدي فتحي واسلوب لعب محمود حماده يشبه حمدي فتحي، بعد ما عرف ان حمدي فتحي طلع من النادي الاهلي، فابدى رغبته لاداره نادي فاركو. انتوا لو هتطلعوني انا عاوز اروح النادي الاهلي، بقى ليا مكان. محمود حماده في وجود حمدي فتحي ما كانش هيجي النادي الاهلي لانه عارف انه هيجلس دكه. فبعد ما عرف ان حمدي فتحي طلع من النادي الاهلي، ابلغ اداره فاركو برغبته للانتقال للنادي الاهلي. اسلوب اللعب مشابه كتير جدا لحمدي فتحي. الزمالك يعلن عدم تفعيل بند شراء بالحاج راجع اسوان، ما اثبتش نفسه. كسب الزمالك، عمل اول اسيست ليه، بس الزمالك ابلغ اداره اسوان ان هو مش هيفعل عقد بالحاج، مش هيكون موجود في الزمالك في السنه اللي جايه. بالحاج مش هو اللاعب المحترف الافريقي او العربي اللي يمثل نادي كبير، هو حلو عليه من وجهه نظري اسوان. احنا قلنا ان نادي الزمالك بيحاول يجيب بعض الصفقات، وطلعت قناه نادي الزمالك قالت جمهور الزمالك اول مره اشوف جمهور بيبوظ صفقات نادي. هي لما تكون صفقات فيك وطلع تسريبات من داخل النادي ومن قناه نادي الزمالك ومن مسؤولين فيها ان احنا بنفاوض السومه، بنفاوض بن شرقي، بنفاوض. انا خايف من حاجه صراحه. احنا كلنا عارفين ان جوارديولا بيدعم السياحه المصريه واليومين دول في مصر. خايف لبكره تطلع اخبار من نادي الزمالك ان جوارديولا موجود في مصر لخلافه اسوريو رسميا. صفقات في الاحلام بالنسبه لنادي الزمالك، مد لحافك على قد رجليك. كل الانديه مد لحافك على قد رجليك، ما تحلمش ترفع السقف قوي وترفع احلام جماهيرك وفي الاخر تجيب لعيبه كسر امثال اللي احنا شايفينهم دلوقتي. بتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم، بتمنى تستنوا مني كل جديد، بتمنى دعمكم، لايك واشتراك وشير وفعل الجرس. اخوكم ميدو، السلام عليكم.